بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالخدم والعمال. الخادم والله أعلم هو الذي يعمل ويشتغل ولكن بدون أن يأخذ أجرا، الذي يعمل هكذا في سبيل الله كما نقول أو بدون مقابل، ولكن العامل هو الذي يعمل ويأخذ في مقابله الأجر، هذا هو العامل. لنرى كيف كان تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الناس الذين يخدمون ويعملون بالأجر. براید عزیز ایرو امی بحثا چه بکن پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام اخلاقی وی داین و ساندناوی دگل عامل بکرمانجی و زانه چنه کردی کار کر یعنی اوی که کار کن عیشت کن و خدمتکار بکردی کلمه که دید گوت ناو مالی، اوی که ناو مالی دا کارت کن، ناو مالی دا کارت کن، یا جی عامل یا جی خدمتکار وانه که بره حق دستین کار و خباته کید کن. امی آن تماشا کن که پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دایر و ساندناوی اخلاقی و خبرداناوی دگل وان انسانا چه ابو امی بحثایی بکن. قبل أن نتكلم حول تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نعلم شيئا عن سنة الله في هذا الأمر. الله عز وجل جعل الناس طبقات من ناحية الرزق، فضل بعضهم على بعض كما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هناك من فتح الله عليه باب المال، وهناك من ضيق عليه وفتح لهم بهذا الشكل طرقات وأعمال، أي لكل واحد النوع من الرزق. هناك أغنياء وهناك فقراء، هذا علينا أن نشتغل، هذا أمر آخر. لا نقول خلاص الله جعلني فقيرا، هذا لا نعلم كيف هل جعلنا الله فقيرا، ولكن هناك سنة من الله عز وجل جعل الناس طبقات حتى يستفيد بعضهم من بعض. ترى الغني يستفيد من عمل العامل، وترى العامل الفقير يستفيد من مال الغني. الغني بحاجة إلى الفقير والفقير بحاجة إلى الغني. هذا سنة الله، أولا أن نعلم هذا سنة الله عز وجل بين البشر، طبقات حتى يستفيد كل منهم من الآخر. بریا کن بحث حق پیغمبر بکن علیه الصلاة والسلام در حق کار و خبات انسان و عامل و کارکر و عیشی دار حاصل ام بیجن. قانونه که خدا هی عز وجل، خدا مکریت آوا کریه ها در حیات دنیای دا. هنکی زنگینن، هنکی فقیرن، هنکی پر زنگین، هنکی پر فقیر، هنکی کار و خبات دکن زنگین نابن، هنکی کار و خبات ناکن زنگین دبن. اویا حکمت که خدا تداهی ام نزانن. بلکه گلک جو بیجن اولا بابم فقیر ولی مابم کار کرد زنگین بو. اوی که قوت داد تو دره خیریل تفکر کی بو؟ چماش بابه ترا و نکر بو خدا عز وجل؟ چماش بره ترا و نکر؟ بره تفقیر بو تزنگین بوی؟ ور حاصل کلام اوی قانون خدا ام باشه فهم ناکن. لی حقیقت که هیه ام انسان اوهانه. اویاج قانون که خدا نوا انسان آده، خدا به من وها کریه. لی معنوی نه وکم شخال مالا خورونین از بیش مولا جشم خدا گوتت فقیری ده حتی از دمرنا خدا وها نگوتت فقیری. خدا گاوا کشترا بیش از فقیرم تنزانی خدا اشترا گوتیا لی تکارو خباتت کید زنگی نابی. دکار دکی پریت نابه یک نابه دوی نابه چار. خدا هندک کریه نصیبته. هنک جی بلکی کاره کی زیده ناکن کاره کی تکن خدا جوانا دریبت که. اول کرنا دریجی احتمالک امتحان بده دا. هنه قالك انسان فقير منا كزنجي منا خرفينا بكردي وين خرفاندن او خرفينا تشت غريب وعجيب كرنا. فقط ام يا بزانبن حكمه خده هي هنا كزنجي كريا هنا كفقير كريا بحكمته خو. لي ام وظيفه خويا دنيا يتكن ام كارو خبات اخو بكن انسان هي كارو خباتت ك صد كبا دستوي صد و 5 بريكاوي درته يعني داويه ما يجي 5 كاغد ام بيجي 5 ورقه دينداره كابرا. و هي خدا عز وجل بيستيد كان سيبي اجوي بيستيد دود شن حجده جاي داد منه يعني بركه كريكين لو معالم دبيجن بياج بير وانا كندبي دحب رزق هنا رزقك بخدا ددته لدريكي بكري دشه رزقك جهه غوتيه از هندك ددمت اللي از بلاش ترى ناشينم فريت ناچه قبط نساخ نكبي حيوانات نمره مال تخرنا بپنجره تنشكي فريت چه مهرن يعني فريت ناچن ابياج رزقكيه.
ولكن رزقه کی ناکه جباته در ناکه یعنی خدا دری گرتیه اویم بزان بن محتاج ام في دنیا ده محتاج هبن زنگین محتاج مل فقیره فقیر محتاج پره زنگینه یعنی برا وان انسان کو کار کن برا رو کی بجه ام ناچن کار ناکن تماشا که زنگین مال وان خراد به مال وان خراد به یعنی مثلا جانا وان شرکت طیاره هنلو ای وقت ده کار کن ده بیم ایران ناینه مالای شرکت خراد به مالای خراد به یعنی خواهی فابریکا ده کار کن دوی ام ایرو ناچن تپره مزیده ناکی اوی روکی ناچن فابریکه تیگرتن به میلیون ضرر آویده به میلیونه یعنی زنگین محتاج فقیره فقیر محتاج زنگینه ام بیا بزان بن ام در حق هفده ام محتاج هبن ام مجبوری هبن ابيا يكبر بعقل ما ذهب بعد هذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل كل شيء يغير النظرة إلى العمال والفقراء يغير النظرة لا يحب أن نقول هذا خادمي وهذا عاملي وهذا يعمل عندي فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المفهوم بالاسم نحن نعامل بعضنا إذا قلت للرجل هذا عدوي فأنت تكرهه إذا قلت هذا صديقي فأنت تحبه لو قال رسول صلى الله عليه وسلم الخادم خادمك لكان له حكم ولكن لو قال كلمة أخرى كما سنقرأه بعد قليل يقول إخوانكم كلمة الذي يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم عن الخدم والعمال يقول أخوك إخوانكم خولكم أو خوالكم أي خدمكم انظر أخوك يخدمك هل ستظلم أخاك؟ في الغالب نحن لا نظلم أخانا فالنبي غير النظر إلى العامل لا يقول عاملك أو خادمك يقول إخوانكم حتى نحسن النظر ونحسن التصرف مع هؤلاء فالنبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم وغير النظرة قال لا تنظر إليه على أنه خادمك بل انظر إليه على أنه أخوك يعمل عندك كيف المطلوب أن تعامل أخاك أن تعامله بالرحمة وباللطف وبالكرم تشتي پیغمبر کر علیه الصلاة والسلام تشتي یکی نیرین زانه چنه نیرین یعنی تماشا کرن یعنی باقش ترکی دیم باقش کرمانجی نیرانده تماشا کرن نیرین مدا گوهرتن دماکم تماشا عاملات کنه کار کرا عیچی خو پیغمبر گو آتی گوزلی کرا که وی گوزلی که ده برچاوی خو یعنی تدی گوزلی رنگ لو رنگ رشت رنگ سو رنگ زر پنبه چی بدی برچاوی خو برچاو کردی ناوی گوزلی که برچاو که پیغمبر دا برچاوی ما گویی افده برچاوی خو آوی گل جمته کارته گو بریته ها او ها تماشی گویا بریته نگو کار کرته نگو عیشیته نگو خادمته پیغمبر گو بچاوی برای خود تماشی بکه برای ته اویا بخو جاره کی تشتکی پر خیر و تشتکی پر خوشه او انسان کل جمته کار دکه تبچاوی برای تماشی بکی نبچاوی نیاره یا انسان کیاتیه خدمت کار منه از افندی منه نه از ورانا حدیثه که بعربیه بخون و کردیه یوارا ترجمه بکن و نفهم بکن پیغمبر بی مسئله چه ما گوتیه دبی ابا ذر رضی الله عنه اقرا بالعربي وتفهمونه ان شاء الله ابو ذر دبي لقيت صحابي قلت لقيت ابا ذر بربزه وعليه حله وعلى غلامه حله دبی من ابا ذر اون ابو ذر صحابی که پیغمبر وان گزوب یا مسلمان صحابی که غریب و عجیب بو اش دنیای حسنت که سنه رای پر بزو عاجت بو یعنی دبی من دید ربزه که لکا مدینه درکت بو پیغمبر زانه بو بشکی سرت اخلاقی و حشکه جراغو ابا ذر کو مدینه بشکی مازن بو لام مدینه نسه نرا لبی دبونت بلاخد ملت ندی حشک بو یعنی واکن بشکی عصبی بو یعنی اش دنیای حسنت کر ایک زنگی مو تقول چت کی پریخ بلا بکن یعنی طبیعتی وهابو دبیم تماشا کر جبکی الخو کریه جبکی عین الخدمتکاری بی اوک مالای ده خدمت جبکی وک ویلیجی عینی رنگ يعني مالي ويشبه أوجي أوه عادت نند نافا إنسان هذا كجلة توجلة وانوكا إيه زنجينة هر زنجينة فقيرة لذي وهابو ذي فقال أبا ذر وهاقش سؤال كذب خير جبه وياك أبا ذر به إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم دبی من شخص کیرا منو یکی خدمتکار هی عامل دبی من یکی را خبرداز عاجز بوم جرا چی گو کرجن کار یعنی مبی بدایکاوی بچوکر دی اتجی خدمتکار اتجی کری خدمتکار چش تا درتی کلمه کاوکاوی یعنی من وی بچوکر بخبردان بدایکاوی
يعني دايكات يشخون جندي وتجي جندي، دايكات جهال تجهال، دايكات نظام رش ترش خبردان قوصاد مجراغو به پیغمبر گو دامار جاهلیت ابتر خلاص نبیا و داوی پیغمبر نصیحت که دبی وان خدمتکار و بره و الجم دست ونه برای ون الجم ونه نبیجه کره جن ناراش کره نظام جن کاسپی دیات خدمتکار دیات نه برایته خود وان کریه بندسته دانا تشما بی رحم الوان ناکی دبی فمن كان اخوه تحت يده أبيك بري الجميع خدمت كاره بني براي والجميع كارو خباتت كه فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس تتش خارنت خوي خارنت بدويجي تتشل خو كل وان كجي بريته نبي بيا فقيره برا تعذيبه برا برسيبه ازينان وغوش خم برا او شوربه بتنه بخون اسكي بخو برانان اب وها نبجن ابيا ايمان نن خرابيه تشتكي باش نن ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم يعني تشتكي زيادة قوة وانجوان نخوازن رحمه الوامكن أبيا نقطة عول تماشاكن پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام بچه خبرداني جملت راد بجا جملت كجموه كارو خباتت كن آگهدار وان بن دقتي بي تشتهاني بكن أمر آخر النبي صلى الله عليه وسلم ألزم صاحب المال أو الذي كما نقول أربيد سيفر الذي يعمل لديه العمال ألزمهم أن يعطوا حقوق العمال ولا ينقص منه شيء هكذا ألزم صاحب المال إخوانك أو أخوك يعمل عندك لا تنقص شيئا من حقه وهذا ما نفقده اليوم نحن نظلم بعضنا كثيرا نأكل حقنا ننقص من حق بعضنا وله كلام مشهور يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أي قبل أن ينتهي أعطيه حقه وهناك حديث آخر سنقرأه كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحاب المال أن يعطوا حق العمال الذين يعملون لديهم نقطة دنيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جزنگين و خواهي پرارد بجد دقت بكن حق وان إنسانا نخون يكيل جموع كار كر حقي بدني كم نكن جفردا بكرمانجي قرمچاندن زانه چنا قرمچاندن دبي نقرمچينه جفردا 10 دقيقه درنگ هاتي تويا اواكين وكر حقي وانا قرمچينن حقي وان طامدن وان وحديثه كويه خوش مشهور جي هي دبيجح او انسان كل جموع كار دكه بريك خويدان او يزوا بحقي بديكي بريك خويدان او يزوا بحقي وان انسان هاني بدنيكي حديثه كادن هي ميجي بخاينن هناك حديث آخر يقول الرسول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإن كان يسيرا شيئا يسيرا قال وإن كان يسيرا وإن كان قضيبا من أراك يعني وإن كان قليلا الذي يأكل من حقه فليعلم بأنه يهيئ لنفسه النار تشتكي دني قالوا بسلمانه پیغمبر وهاد عليه الصلاة والسلام دبي أذيكو حق إنسانك بخو يعني قبل جمتا عيش كار كر كابرا هاتيه شخصك الجمتا 25 رو كار كريت البنا والله تا 23 رو كار كريه درويات حقي وخار حيرا سرس بس حد حشبو هاتم حتى ساعات 4 ايواري قلت كان ساعات امبجن نا والله سرس بس حد نهاده هاتي تسحت نبو 4 تسحت 2 هذا شوي يعني ابيكم بصون داخو حق يكيد خو ذبر بزان بخوده جنت جرا حرام كريه اي هرا جهنم لا لو را حق ميرك خاريه تشي حقي تحقي بإنسان هانا يدخوي كابراتي المال تحق كريه كار كريه خباتي كريه تحقي يدخوي وحديث كادنج هي پیغمبر عليه الصلاة والسلام هناك حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل 3 أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر أي قال والله العظيم هكذا أعطى بي حلف بالله عز وجل وبعد ذلك لم يفي بيمينه قد غدر فهذا الله عز وجل خصمه يوم القيامة ورجل باع حرا فأكل الثمن وفي السابق كانوا يبيعون الأشخاص يأخذونه غصبا ويبيعونه على أنه عبد هذا كذلك الله خصمه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره له عامل اشتغل عنده كل الوقت المطلوب ولكن حين العطاء لم يعطيه حقه فهذا الشخص كذلك الله عز وجل يوم القيامة خصمه وسيحاسبه على تصرفه السيء
حديث كادن إذا پیغمبر به خدای گوتی عز وجل امش براد بجن حديث قدسي حديث کو خدایش پیغمبرات به گوتی سحب انسان هنا از روی قیامت نیاره وانم از روی قیامت بقرکوان دگرم خدای بقرکوان دگره ها یک او انسان که صندخو صندای چاید به والله العظيم ازم بكم والله العظيم من قوتيا بالله الكريم نواكنو كريا ولكن ابي انسان هاني چدك دروات كحيلتك صند خاريه والله العظيم بالله الكريم از واكنو بكم داوي صند سوز خودشكينا قوتنا خناي نجي يعني يكي پشتا خبتا گريدا تا صند خار تا وی دا یقین کرم به چه بناوی خودتا گو خود شهادت از بدم تا یا جه خود شهادت تمام داوی گوز نادم تا حیله و غدر معناه ببختی تهمت و ظلم و نحقیت لیکر دبی خود گوته روی قیامت از نیاری مز قرکای دگرم اوه دویا بری آنا تن الحمدلله بری اوه که پشکی قوات آن هبونا ظلمه لفت کرن یکی دگرتن آدگو اوه عبد منه چم دفروشم جگون دکید ورگون دکیدی باجار اکیدی کی چیزانه نه پلیس ہے نه دفتر ہے نه دولت ہے نه کیملک پیرا ہے ناسنامه تشکیت نه حیره والله بابم فلان کس نه فلان کس از عبدنم از انسان کی سر خمه ظلمه لهفت کرن عادتك خراب وبريا اسلامي پیغمبر بی نصیحت لوان کرگو اوه حق وان بخو برا بزان روزا قیامت خدا ناریویه خدا حساب جد خوازه اوه استیا دبی اوه کو یکی شخص کی را گوال جمن کار بکه کابره هات صحت خو روزه کوچه یعنی لگور خبردان اوان مهکی روزک هفته کی چه به هات حق خلاص کرد داویه گو نولت هندک هاتی مبارک ما هفته کی کار دکم نولا هفته کی نفسی روزه حیره از روی 10 ساعت هم کار کرد نولت روی 6 ساعت کار کردیه پیغمبر بی علیه الصلاة و السلام خدا گوتی از نیاری وی انسان هانمه دبی خدا گوت خدا بجا روی قیامت از حساب جد خوازم از بقرکوان دگرم از جزا کی مازن دمان اوجبیر وانه کر حدیث قادن اوا مشهور جه پیغمبر بی علیه الصلاة و السلام سه حبکت المغاره کی کبر سر مغاره ده هات دوی مغاره هات گرتم یک جوان شخصا او شخصا کی گویا ربی والله یک هات جمن کار دکر و زمانی نه قدیه چو مثال بجن گوتیه مهکی میرک 20 رو کار کرد و حقی و نورد چو دبی من وی کار هانه پری وی حقی چقام به حیوان اصلا تجارت کرد چند سال پاشه هات گو فلان کس از مثال 10 سال بره من جمعه کار کرد او قصه پری من ما بود به راسته پری تا بود به کا پری آدمی وانا تب حیوان تنه حیوانت بیا کنه که بجا من 20 رو کار کرد وانا حیوان من به حیره والله تنه به پری تا مشترک تجارت کرد حقیقتا و دوستیم دا ما بو یعنی حساب کن بیش بلکه 5 حب زنبن 100 حب نظام چبن حیوان او گروه که زیده حیوان کی مازن دیوانه تبعتنه مرک توقش خود به ابي انا بحكي حبكيش بدا منها تفش خود به ابي ظلامي دبي يا ربي اجركم بياج بوني خاطرته كربت رحمل ما بكي دري بام در كبن در خود رحمل وانتك و دريج وان ربتك ور حاصله كلام ابي تفشيه علامته كوتي حق وان بدي وان ظلمي وانك حق وان اخوي كذلك امر الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم اصحاب المال ان يخففوا عن العمال يطلب منهم ما يستطيعون أن يقوموا به لا يطلب منهم ما لا يستطيعون أن يقوموا به هذا كذلك من حق العامل على صاحب المال والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يقول ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك ما تخفف عنه فبالمقابل الله يكافئك على هذا الحق اویاج تشکیدن پیغمبر مره وهاد به علیه الصلاة والسلام دبی اوی کل جمعه کار دکند دما کتباره وان سبک بکی خدای روزا قیامت باره تسبکتی خدای خیلی دن نفسان اشترا یعنی دما که یکیل جمعه کار و خبات کرد تماشا که اویا از باری سبک بکم حیره جیو که 5 کیلو راکه برا 40 کیلو راکه جیو که 40 بکه 30 کیلو جیو که 10 ساعت کار بکه 9 ساعت و نیم جرا مثال جي كنت 10 ورقه بدي كي بك بتشكي زيدا بدي كي يعني جي كنت 10 بيفازا بدي بتي سيحه بيفازا بدي كي جي كنت خيارك بدي خياروني بدي كي لي رحمه بك بتشكي قلنا يا پیغمبر قلت دما كنت ليس بكاي بكي خدای عز وجل تأويس كسفكاي چيت که روزا قیامت اشترات که خیر يعني اوج بیر وانکن دما وقت پیوازا کی زیاده بدی خدای پیوازا کی نادته روی قیامت خیرت دته انا به پیوازا کی پیوازا دنیای با آخرت بخیر کادنه وانت رحم و کرم خداینا عز وجل كذلك حافظ الإسلام
على حقوقهم المعنوية، أي لا يسمح لنا أن نتكبر على العامل وأن نهينه وأن نقول له شيئا أنت خلاص خليك في الدرجة الوسطى أو تحت كما نقول في الشلر يعني في القبو. لا لا لا، اكرموهم ولا تهينوهم، فهذا كذلك من حق العامل. والنبي يقول ما استكبر من أكل معه خادمه. الذي يأكل هو والخادم مع بعض فهذا ليس من المتكبرين، ولكن كثير من المتكبرين يقول هذا للعمال وهذا للأسياد. الإسلام لا يقبل هذا، خليك يأكل معك. فإذا أنت جلست معه أو مع أحدهم قد يكون لديك 10 20 ربما مئات الآلاف، إذا أكلت مع 2 3 منهم أو شربت معهم الشاي والقهوة أو شيء آخر فلست من المتكبرين. ولكن الذي يجعل بينه وبين العمال والخدم مسافة وجدار فهذا من المتكبرين. تشتكي دن اتسا اسلام جمارات بيش عبي خفاكن أبي كل جماعة كارو خباتت كن وان بتشوك نكن، يعني معنوي، يعني وان بقيمة نكن، وان أواكنو سفك نكن نجالي برادش كنت بريك عاد دوية أوان إنسان عزته وشرفه وان جهة كرامتك وان هي، يعني تبريك بدي تفكي سر شعبي من تبري داي تتفكرك يتبي رزيل كر داي بقيمتك يا دوي تهرت تنلا أقي مني دبي أبيك وهابك أبي يا بيخمد بيش عليه الصلاة والسلام دبي أبيك دقال عاملو كاركر إخو نام بخو أو إنسان يعني قراننا يعني أو بنفسه يكي قو حيرا ولا معبرة شاي كي بخون آب كي بخون ياجي كابرا خواهي فابريقية بحزار عامل بحزار رنكاريروني فقط قابك تو يكيش معبرة خبردن شاي كي آب كي بخون جي دمكي نفسها تتنت إنسان كي بنفسي أبيا جبير وانكن قال مر قدر قيمته وان عامله هاني زانبه ورحمة جوامك. وأمر آخر في غاية الأهمية، العامل أنت لست مسؤولا عن ماله فقط، العاقل هو الذي يهتم بأسرته كذلك بوضع الاجتماعي. كان أحد الخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ربيعة بن كعب يقول كنت أعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان يسأل عن حالي هل هو متزوج غير متزوج، أي كذلك من حقوقهم علينا، أو إذا كان متزوج تقول كيف حالك مع الأسرة، أولادك مرتاحين بخير ولا مش بخير. أحيانا تكرمه بشيء حتى يكون عيشه مع أهله جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أمورهم المنزلية والعائلية حتى إذا استطاع أن يحسن إليهم في هذا الأمر يحسن حتى يكونوا مرتاحين ومكيفين أكثر. فنرجو الله أن يجعلنا من الذين يهتمون بهذه الأمور جميعا إن شاء الله. تشتكيدني قالوا جماعتي أبي كل جمعته كارت كه شون تبري بديكي تظلمش لنا كي تشتكيدي إسلامش ما تخوازه دبي سؤال حالي بك دايكة ساخة بابة ساخة جنا تهيتنا زاروكي تهنتنا حالة شواية تو جنا خوفر داويدا يك هل جنب پیغمبر دبي مكارت كر دبيش مراغو كروت زوجاندي قوم قونا ناخوازم زوجم دبي او پیغمبر عاجز بوچو جارا دو جارا سه جارا دبيش مراغو زوجاندي جنا تهيتنا قوم قونا ناخوازم بزوجم از بزوجم ادكارم خدمت تبكم لدبي هبجاري كاد بيجمنا أظن وبيخمبر بيخوشنينا يعني وحاجز تبع دبي جارا داويج قوم والله جارا كاد يجي مرة بيجاز بيجم أتخوازم زوجي جارا داويد بما جنات هيئتنا قوم جنتنا لتبزي تنبدي زوجانا أزي بزوجي قو دهر مالا فلان كاس سلافا مجوانا بيجا بيخمبر قوتيا داتنا مزوجين أفانا تشد بوي سرسري ما سر شعبي ما يكي بيخمبر بشينا ميقيزا خند نكي قيزة دنيا تي أبيات تي دبي أري والله خوش بولي قيزة دائما لي أزرازيل بوم خير أزرازيل بوم فريم تنتشكيم تنتبي أز الجنيرة تبكم ريبان صحابية كدبي أبيا مش تاكي جرب فايدة بكم فريم أرى الدنيا ور حاصل تدي مرة جهاز بيجن جهازي بوكي يعني دبي والله مشوف فريم دوام جهاز ور أبيا جنيرة مش تاكي بستينن لتجار قد يا رسول خدا والله ما تبي از الشرمزارم شو شرمزاري خوارن تلاس خوارنا كيف دموان دعوتها من هي دبي رجرا فرق ممكن حيوانك يبصيرن فرق ممكن حبكي بران جراتينن وان حاصل مار يعني منم ارتينن دچ مال خزور خو دبي وام بران کی جوارا اني و ارجي اني صبي دبي والله بران امن كارن سري جيكن مود هر سري بران جيكن نان عايده ما سري بران جي عايده و ظلام هر سري جيكن شيكن وان حاصل من پیغمبر چوا سري ساكني جراجنا كيديد جهاز جناوي حاضر كان او خوارنا دعوت وي جرا حاضر كفانت جنب پیغمبر کارت کرد علیه الصلاة والسلام اویا لازمه امجی
در حق هفدا وها قدر قيمتها بزان من آليكاريها بك. وفي الأخير نقول لكم شيئا: تغير الزمن وتقدم الزمن، وصلنا إلى هذا العصر. القوانين، أهل القانون والخبراء أحدثوا أمورا في خدمة أو في مصلحة العامل، مثل التأمين الصحي وإعطاه حقه، وكذلك أن يعطوه عطلة كل سنة مثلا أو يعطوه حق المرض. فعلينا أن نحترم هذا ولا نظلمهم. لو كان مثل هذا الأمور موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاهتم به وأكثر، ولكن في عهده نسبة العمال كان قليل وزمن غير متقدم هكذا. اليوم تقدم الزمن، فإذا اجتمع الناس على أن يعطوا حقا للعامل فعلينا أن نقوم برعايته حفاظا على مستقبل هذا العامل، وعلينا أن نعطيهم حقهم ولا ننقص. تأمين، حق المرض، حق العطلة، حق إذا حصل له ولد، إجازة المرضية، وإجازة لأن أصبح أب ولا أم، علينا أن نفي لهم بهذه الحقوق. داويدا تشتكي دي قوي خبكن أبي كل جموان كارو عاملو خدمت كاري وهننا زمان پیش دا چو حتى ماتنا ایرو اینکی تکنولوژی و امبیشن علم زیاده پیش دا چو قانون خوش درکتن، نه قانون درکتن حق وان انسان که کار و خباتت کن حق وان جبانه ورن پاراستن قانون درکتن. دوان قانون آدات دی امبیشن تأمین یعنی سیغورتا یعنی فورشی گرینگ اوان قانون آتف درکتن. مثلا قانون درکتیه دبی اوی که کار و خباتت کن نخوش کت تحق پریوی نخوشی نبدنه که ساله جاره که 5 هفته بن 6 هفته بن ساله او خاصه حقه کی بده که براویش خو هر دیا خو باوی خو جنا خو بر هر سردان وان بکه وان حقی هانه بدن وان یا اجی ام بیج روی 7 ساعت 8 ساعت کار بکه تبي حقي هاني بدي كي بر حقي في انسان هم ضانبه يعني في زمانك ايرو امتد انا لازم ام مسلمان جي في حقي هاني بباريزن لخدي در كيفن ابي كل جمع كار دكن لقول في زمانك ام بيج زمانه بيج دا شو حق انسان كو خباتت كن هاتيه باراستن ام جي في حقي وان بباريزن بري وان كيم ندن وان صحته وان تمام جوان بنفسين اگر کو لازم باش خو استراحته کی بکن حق استراحته بدن وان نخوش کتن امپری وان جوان نبرن دما کو دی تقاود بون امپری وان نخون اوانا تف حرام انوان تشتیانه بکن وان تشتاد وقت پیغمبر دابون ای پیغمبر بکر علیه الصلاه و السلام تنبون زمان پیش دانه چبو علم و سیستم کار و خبات پیش دانه چبون دوی وقت دا بلکه تی انسان که الجمی 20 حب 30 حب 50 حب کار کرو عامله یتنبون عیشی وان اما ایرو تماشات کی زنگینه که به هزار ملت جمعی کار که به هزاره زمان پیش دا شو ام گره آگهداری و نقطه هانه بن خدای عز و جل متابع بپارزه هدایت و اصلاح بکه ان شاء الله ام حق کس کی نخون خدای ما نگرن جوان انسان اكو حق ملت ادخون و ام برچی دلن ان شاء الله. نرجو الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يحترمون العمال والخدم لا ياكلون حقهم بل يؤفون بما عاهدوهم عليه، وأن يجعلنا إخوة في الله عز وجل إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله أجمعين. Değerli kardeşlerim, bugün güzel bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta sohbetten sonra bir kardeşimiz dedi ki hocam sohbet güzeldi, konu güzeldi fakat